هنحاول ندخل جوه. طبعا زي ما شفنا كان معانا بعض العساكر، ولكن في ناس عايزه تتكلم وناس خايفه اللي هي تتكلم. هنحاول ندخل اكتر ونشوف الصوره. طبعا بقت حاجه عباره عن يعني نقول دمار لهذا المبنى، شكله فندق ضخم مش قادرين نقرب. فكره في نار لسه مولعه جوه، نحاول نقول لهم في نار، معرفش هي ظاهره ولا لا، النار لسه موجوده. شايفين طبعا دي حاجه خطر جدا، بعض الاشياء الكهربائيه. انا هحاول هدخل ولكن حاسس ان فيها خطوره الى حد ما. هنحاول نبلغ الاداره ان النار، نحاول نقرب شويه للنار دي. هو ده البوابه دي ايه بالظبط؟ طبعا ريحه دخان جامده جدا. مش عارفين، احنا بلغنا وقلنا الزملاء هنا اللي في نار لسه مولعه. ده الجدار ده كان ايه بالظبط؟ المشكله طبعا هو في اسلاك كهربائيه، كهرباء، واعتقد في خطوره. احنا هنروح يعني انا من هنا. انت حضرتك شغال هنا؟ شغال هنا؟ انا مصور. ها؟ مصور تبع القاعه ولا تبع ايه؟ تبع القاعه. طيب هو حضرتك دي قاعه ايه بالظبط؟ قاعه ايه؟ دي كاتب الكتاب. كاتب الكتاب هنا؟ احنا لسه الجديد ما كملش شهرين ولسه شغال ما كملش شهرين. لسه شغال بقاله شهرين. طب احنا هنقدر نبلغ حد مسؤول؟ مين مسؤول الفندق هنا؟ اللي هو اصلا يعني نكلمه، هو موجود؟ لسه في ورقه شغاله جوه. طب في نار شغاله زي ما احنا شايفين جوه اهي. احنا من داخل يعني نقول الساعه تقترب من 5 وفي مشكله اللي في نار تاني الساعه 5 الا ربع برضه في نار. واعتقد ان دي خطوره ممكن نحاول نصورها. طبعا احنا شايفين الدخنه جامده جدا وفي اسلاك كهربائيه. وزي شايفين المره ابتدت تولع تاني. انا يعني زي ما انتم شايفين انا داخل هنا والنار ورانا، وانا بحاول يعني مش عارف. طبعا دي كهرباء، في مشكله هنا كهرباء. انا بحاول الف بس. حضرتك كنت موجود اول ما الناس جت؟ لا انا كنت في البيت بصراحه، شفت الكلام ده على القناه الفضائيه وجيت جري على هنا. طيب حضرتك تحلف كده عشان الشمس ما تزنق. في حد من الزملاء هنا او اي حد جرى له حاجه من الناس اللي موجوده؟ في فرد امن بس هو اللي اتصاب شويه. اتصاب اصابات بالغه؟ لا طبعا. النادي بيبقى شغال هنا 24 ساعة ولا الناس كانت متواجدة ازاي؟ هم دخلوا عليهم خوف. انت دخلوا عليهم بايه؟ دخلوا عليهم سلاح ومولوتوف سلاح ومولوتوف. قوة التأمين هنا اتعاملت معاهم ازاي؟ قال لي حسك بس. اولا الكتب والمطافي طبعا الحماية المدنية كلها تواجد هنا. اول في بداية البلاغ على طول، وتم السيطرة على البلاغ. يعني رغم البلاغ زي ما انت شايف كان كبير زيادة عن اللازم يعني. على حسك ممكن بس كان البلاغ كبير زيادة عن اللازم يعني، والقوات اتعاملت والحمد لله تم السيطرة عليه. الحمد لله. انت بتوصل ميه طبعا. أهلا بكم من جديد. أهلا بكم مع فقرة متميزة الآن ما بين الأستاذ محمد رشوان محامي أسر شهداء النادي الأهلي، وكابتن ضياء عبد الصمد المدرب العام لنادي الداخلية، وأيضا في نفس الوقت في التوصيف بتاعه ضابط شرطة. لكن قبل كده جهد كان متواصل من زميلنا محسن محمود الزميل اللي هو قدم لنا النهارده فقرات متميزه وكانت حصريه لقناه النيل للرياضه. يعني اللي حصل بالظبط، يعني الولد ده ربنا يكرمه. يعني بيقول في لحظه من اللحظات انا كنت يا استاذ صبري بطلع على عربيه المطافي اقول لها خشي هنا في نار وتطلع. يعني الولد غامر بنفسه، وده الوعد مننا ان احنا نكون كلنا داخل قناه النيل للرياضه اعلام شعبي، اعلام للشعب. نحافظ على بلدنا، نحافظ على الشرطة، نحافظ على أولادنا، على الدم اللي بيسيل في الشارع المصري.
الدم يا خوفي ان هو يكون رخيص، لكن ابدا ابدا مش هيكون رخيص. اهلا بكما استاذ محمد، كابتن ضياء. وجودكم النهارده يمكن مش هقول طرفي نقيض، ولكن الكل ممكن يتخيل ان هناك خلاف، انا بقول اختلاف ما بين هذا وذاك. اتكلم ورأيكم في الاحداث. في الاول بداية، شايف الاحداث النهارده ايه كضابط شرطة؟ هل انفلات امني فقط ام تدخل الانفلات الاخلاقي وما حدث من بعض ضباط الشرطة ورجال الشرطة من امناء وافراد؟ بص يا صبري، اللي حصل النهارده شكله غريب. شكله غريب في مضمونه. بمعنى ايه؟ الاحكام اللي حصلت النهارده احكام لن يتخيلها اي حد في مصر. ان 21 حكم اعدام، لما الناس كانت تقول في بدايه الاحداث لو في واحد خد اعدام او 2 أو 3 أو 4 احنا هنستريح. لكن 21 حكم اعدام، 15 مؤبد، منهم مدير امن بورسعيد. مش عارف كام حكم ده، بقيه الاحكام بقى 10 سنين و5 سنوات والباقي احكام متدرجه. اللي انا سمعته من مصادر ليا يعني او بيقال، الكلام اللي بيقال وبيتناقل، ان سمعت والله اعلم كان صح ولا لا، ان الالتراس زعلانين ان في 5 من قيادات الشرطه خدوا براءه. طب يعني المحكمه يبقى لازمتها ايه؟ والكلام اللي حصل ده كله يعني شغله ايه؟ طب ما خلاص يا جماعه، ناس اتعدمت وناس خدت مؤبد هتموت. مزبوط. في المؤبد ال 15 سنه دي هيموتوا. والناس تانية الحكم المنتهي برضه مع الاعدام، يعني انتهوا، يعني كل واحد خد حقه خلاص كده. ايه بقى لازمه؟ لا، عايزين نقف ان احنا الحكم بيننا هو القضاء. بالظبط كده. انا دلوقتي يا استاذ صبري ارتضيت ان تكون في قضيه، ارتضيت بالقضاء من البدايه، بالظبط. برافو عليك يا استاذ محمد، برافو. ارتضيت بالقضاء من البدايه. ايه لازمه بقى؟ انا عايز افهم ايه لازمه ان انا اسمع انه يقال. ده يوصلنا بقى لنقطه، انا عايز اعرف في الاتجاه الاخر. ده يوصلنا لنقطه في الاحداث. وهاخد من كلام حضرتك اللي هو بنقول ايه، ان انا من البدايه كالتراس اهلاوي او اهالي الشهداء ارتضينا بالقضاء. يعني انتوا كالتراس ممكن تتكلم الان طبعا بلسان الالتراس. انا لا اتحدث عن لسان الالتراس، انا محامي اسر الشهداء. ليه؟ الالتراس ليهم متحدثين رسميين عنهم، لكن انا من حكم الاحتكاك معاهم والاجتماعات الكثيره اللي تمت بينا انا عارف طبيعه الامور واقدر اشرحها لك. طب اشرحها لي عشان هدي الناس. بالظبط. خلينا نقول ايه، نمره واحد انا من الاول ارتضيت بالقضاء، وانا بالفعل مستغرب من الوضع النهارده لسبب اذا كان الالتراس كانوا ناويين يلجأوا للعنف كان وقت الاحداث اولى. هنا في علامه استفهام، ان وقت ما حصلت المجزره في 1/2/2011 كان المفروض ان المشاعر ساعتها في اوج الغضب. 1/2/2012 كان المشاعر في اوج الغضب، وعندي حادثه 72 شهيد ذبحوا في استاد بورسعيد. لم اجد ساعتها قطع طريق، ما شفتش الاشتعال اللي حصل النهارده، ما شفتش الكلام ده. لكن الكلام ده ليه معنى اخر. ايه هو المعنى الاخر؟ ان انا على مدار الفتره اللي فاتت لاحظ يا استاذ صبري، وبرضه بوجه كلامي للاستاذ الفاضل، ان الالتراس ده عالم مجهول بالنسبه للناس. بمعنى ايه؟ انا ممكن اقنع العامه اللي بيتفرجوا علينا ان شويه شباب لابسين زي معين التراس، شويه شباب لابسين ملثمين بلاك بلوك، لانه عالم غامض. فممكن النهارده يهيأ لكل الناس ان دول التراس او دول بلاك. طب انا عايزك تشوف الصوره اللي معانا دلوقتي اللي كانت حصريا وجابها لنا زميلنا احمد عبد العال بكاميرته الخاصه في مختار التتش، يعني استاد مختار التتش. يمكن كان احمد عبد العال كان تميز معانا ان هو جاب لنا حصريا. تمام. يعني يا ريت تجيبها لنا برضه على البلازمات يا محمد. اهي يعني كل واحد شايف. حضرتك برضه اتفضل يا كابتن ضياء هنا الناحيه الثانيه. دي في يعني كانوا موافقين بعد النطق بالحكم اهو. ما هو ده دليل. انا بقول لحضرتك احنا في مصر دلوقتي واكمالا للحديث اللي بداته من بدايه الحلقه، انا متابع حضرتك في بيئه صالحه لاعمال الشغب. بيئه صالحه. خلينا نناقش المشكله من جذورها، ما نبقاش احنا مش عايزين بنناقش سطح نحط يعني دماغنا في الرمل. بالظبط. احنا عندنا اول حاجه عندنا انفلات سياسي قيمي. انا دايما بقول كلمه وقلتها كتير قوي، ماذا قدم السياسيين من نموذج لهؤلاء الشباب؟
انا قلتها لك، قلت لك لقوا الكبار، ما انا بقول للولاد اهو، قلت لك الكبار مفيش حوار. انا مش لاقي قدوه من الكبار، مفيش حوار، مش عارفين نقعد، مش عارفين نتكلم. انت كقوه سياسيه لما بتيجي تتكلم مع القوى الاخرى على الجانبين بتلجأ للحشد في الشارع. هو بيقلدك. اما مساله حرق ومحارق وتكسير والكلام ده كله بعيد كل البعد، لان زي المشهد واضح اهو. وانا على فكره يعني اتكلمت معاهم بعد الحكم مباشره، بس قالوا ان هم انقسموا ل3 ما بين مؤيد ومعارض. شوف طبيعه الامور، راح كسر. لا ده راح كسر مؤيد ومعارض لا انا هم طلعوا بيان النهارده وقالوا ان احنا ملناش علاقه بالموضوع، ولكن انا بوضح لحضرتك ده عالم غامض، مجموعات كتير جدا. يعني هضرب حضرتك مثل، في حاجه اسمها التراس احرار، في حاجه اسمها التراس ثوره، في حاجه اسمها التراس ميدان. عقليه المشاهد او عقليه الراي العام ده خلاص نسب الى الالتراس، ما عندوش التفصيلات دي، وهم عالم مغلق بالفعل، ودي مشكله عندهم ومشكله عند الجهه الاخرى. مفيش حوار. طب انت شفت الحوار بتاعهم، كيف نصل معهم للغه تحاور؟ هم عندهم قصه القصاص كانت هي طبعا. لازم هنا اشير لنقطه عشان احنا بنتكلم برضو على جهاز الداخليه. كل جهاز في الدنيا وكل مكان في الدنيا فيه شرفاء وفيه فاسدين. الصدمه العنيفه اللي حصلت للالتراس في مجزره بورسعيد لازم نقف عندها، ما تعديش مرور القراء. أيوة. لما تلاقيني النهارده انا عنيف معاك كجهاز شرطه لازم ترجعه لاصله. انا حصل لي صدمه عنيفه، انا كنت موجود في مدرج، تمت مؤامره عليا بشكل كل الناس شافته على شاشات العالم، مجزره ما حصلتش في تاريخ مصر قبل كده. وعندهم قناعات انه الشرطه، ولكن دي بتقول مؤامره. طبعا. طب انا هتوقف قدام كلمه طبعا مؤامره، وعايز رد من كابتن ضياء. هقول لك يا استاذ صبري، في ضابط اتحكم عليه ب10 سنين تقريبا. الضابط ده كان شغال في المسطحات، جاي بس يحضر ماتش الاهلي والمصري مجرد تدعيم. انا سامع المقوله دي النهارده ومن حد من الجهاز. اسمح لي بالرد بقى واوضح. ما انا هقول لحضرتك ذنبه ايه الضابط ده ياخد 10 سنين؟ هو ملوش لا 15 سنه مش 10 سنين ولا 15 سنه. ذنبه ايه الضابط ده؟ اقول لحضرتك. وذنب اهله ايه؟ وذنب اولاده ايه؟ لا خلينا نرد بس هكمل لحضرتك. اتفضل يا فندم. انا عايز اقول لحضرتك ده اجحاف، لكن للاسف ما هو هي زمره زيطه. لا ما احنا كده بس مين اللي دخل الاسماء دي؟ لحظه بس، دلوقتي احنا كده بنقول الحكم، لا احنا كده بنضرب الحكم، فخليني اشرح لك. معلش من خلال اوراق القضيه. الضابط اللي حضرتك بتتكلم عنه اسمه العقيد محمد سعد. بالظبط. شوف حضرتك بتقول المعلومه، اكملها لك وانت احكم عليه. اتفضل. هذا الضابط كان معه مفتاح الممر اللي فيه الباب الوحيد لخروج النادي الاهلي، لخروج الجماهير. طب اقول لحضرتك حاجه، وخرج قبل. لا انا بتكلم من واقع الاوراق، مش من واقع الاوراق. ما انا بقول لك الاوراق بتقول انه كان يملك. طب ايش دخله هو في المسطحات الماليه؟ اي مباراه بيحصل لها تدعيم من مدن، يعني مباراه المصري والاهلي على مستوى الحساسيه بيحصل لها تدعيم من كل المديريات الامن المحيطه. ولكن الضابط ده تحديدا، معلش ما هو المعلومه الناقصه هنا هي اللي بتوصل للنتائج دي. بالظبط. الضابط ده كان معاه المفتاح اللي كان فيه الباب الوحيد للخروج، وترك خدمه المباراه قبل المباراه 20 دقيقه ومشي، وهو يعلم ان مفتاح النجاه الوحيد في ايده. يعلم طبعا لو ان كل البيبان متلحمه والباب الوحيد اللي مفتوح باب الممر اللي هو ممر الموت. انا بكلم حضرتك من واقع اوراق. وبعدين ليه برد على ضياء بيه في ايه؟ طب ما انا عندي 9 ضباط، 2 منهم خدوا ادانه و7 خدوا براءه. تمام. يبقى اذا في ادله قويه كانت على ده وعلى ده وعلى ده. بمعنى خليني اشرح اوضح. انا عندي 3 قيادات خدوا احكام عشان الناس اللي متابعانا في المساله دي، لان دي مساله حساسه بالنسبه للالتراس، فاشرحها لهم. برضه هم لسه مش مستقبلين. 3 قيادات خدوا احكام، اللي هو عصام سمك مدير الامن، والضابط محمد سعد اللي بيتكلم عليه بتاع المسطحات المائيه، وتوفيق ملكان اللي هو مسؤول الاضاءه عن الاستاد. ال3 دول والباقي خدوا براءات. ال3 دول ليه خدوا احكام؟ لانه فعله اللي بايده تدخل في النتيجه اللي حصلت. يعني عصام سمك هو المدير المسؤول والمهيمن، ودي بيعرف المعلومه دي. مدير الامن هو المسؤول الميداني، كله تحت امرته، كل من هو موجود من جهاز الداخليه في الملعب تحت امرته. فده خلاص، ده نمره 1، كل اللي حصل ده بسببه. نمره 2، وانت الضابط الوحيد اللي في ايدك طوق النجاه تسيب الملعب وتمشي قبلها بثلث ساعه. فكان تصرفك الجنائي ده ادى للنتيجه. لو كان اخطا يبقى يتجازى. واخد بال حضرتك؟ انا بقول لك معاه المفتاح الوحيد من 4 بوابات. انا ما اعرفهاش محمد المفتاح، ما عشان كده بوضح دي المعلومه تماما صح. انا ما عنديش. ما كنتش اعرف المعلومه دي. بس في حاجه، هل يعقل يا محمد؟ معلش، هل يعقل
ان عدد الجماهير اللي حضرت ماتش الاهلي والمصري يبقى خروجهم كله من باب واحد. وهل يسأل في ذلك جماهير الاهلي؟ لا، ولا يسأل فيها قيادات الداخليه؟ انا بتكلم لا اهلي ولا بتكلم، انا بقول لا انا لما اتلحمت هو انا اللي بامن ولا لا داخليه؟ لما اتلحمت الابواب كلها. لا انا بتكلم، بص احنا ايوه انا عايزين الامور تبقى صافيه، بتكلم تبقى بدايه حوار واحنا بنتحاور ليه؟ عشان الاقناع. بالظبط. انا بقنع حضرتك في منطق واحد، ان الاحكام لم تاتي مسيسه ولم تاتي بالكوم. انا النهارده عندي 59 جلسه، عندي محكمه في منتهى الاحترام. امال الولد اللي هو التراس اهلاوي خد اعدام خالص ولا القصه دي. هقول لحضرتك انا هتطرق لها دلوقتي، بس بعد ما ننهي الامر ده. في النقطه دي القيادات الامنيه الثلاثه الباقي خدوا براءه ليه؟ اللي هو النهارده ما هوش مسؤوليه مباشره، يجي تحت الرئيس. فلو كان خد القرار ويعلم ضياء بيه ان امر الخدمه ما فيهوش يمين او شمال، اذا الرئيس المباشر اصدر امر خلاص انتهت، يبقى هو المسؤول. معذره زي ما بيقولوا عبد المأمور. بالظبط كده وده جهاز الداخليه عمل بهذه الاليه. ودي اليه كويس. ولكن توفيق ملكان مسؤول الاضاءه اللي شاهدوا رئيس المحكمه، بالمناسبه بقى خلاص مفيش حظر فنتكلم، خلاص القضيه تعتبر انتهت فنتكلم. توفيق ملكان مسؤول الاضاءه اللي شاهدوا رئيس المحكمه بنفسه وهو ماسك الموبايل بتاعه، دي معلومه دي حصريه لاول مره على النيل الرياضه الناس تعرفها. رئيس المحكمه شاهد هذا الشخص ماسك الموبايل بتاعه من وحده التحكم بيصور جماهير المصري وهي طالعه على مدرج الاهلي، وعندما انتهى من التصوير ووصلت عند مدرج الاهلي طفى النور. الناس العوام ما تعرفش المعلومه دي، لكن لما تعرفها النهارده تقول لي يستحق الحكم. لما اقول لك ان المحكمه شافت ده بعينيها انه بيصور بالموبايل الناس وهي طالعه، تمام؟ فانت شفت الحدث، اذا انت تعلم. يعني لو انت حكم كام ده؟ 15 سنه. فلو انت تعرف ان جمهور المصري هيهجم، لو كنت بتطفي النور بعد نهايه المباراه في الطبيعه فلازم هنا تقف ما تطفيش النور. لا ده انت بعد ما طلعت الناس طفت النور يبقى انت يعني الحكم ده ناجز. هذا الحكم عادل. طب ليه اعترضوا الالتراس؟ هقول لحضرتك انا بقى بوصل لهم الرساله دي من خلال برنامج حضرتك. دائما وابدا انا قلت لهم من الاول مستحيل ال 73 متهم ياخدوا اعدام، ده ضرب من ضروب الخيال. انا عندي المحكمه مش شغاله لا ترضي الاطراف، حكم العداله لا يرضي الاطراف، حكم العداله بمستندات واوراق، المدان وفي عليه ادله ومستندات اهلا وسهلا ياخد حكم. البريء احنا لا يرضينا. كلمه حضرتك دلوقتي عبر الشاشه بتاعتنا، عبر وجها لوجه دلوقتي، هل تلقى صدى طبعا وارتياح من الالتراس الاهلاوي؟ طبعا هم يعني هم هيشوفوك دلوقتي، هم متفاعلين معايا يوميا وهيشوفوك دلوقتي، يعلموا ان انا موجود مع حضرتك دلوقتي، وكلموني وفي ناس منهم غيرت وجهه نظرها بعد التواصل معايا. لا يا جماعه انا عندي حكم. يا ريت ان احنا البلد تهدى. ليه بقى؟ ليه؟ انا ما بقولش الكلام ده من فراغ. انا لاول مره بعد الثوره اقتص لارواح شهداء. ليه بقى؟ عندي 21 اعدام، حكم اعدام، مش بجمله، ده ثبت لدى القاضي انه طلع المدرج وقتل، لان الاعدام باجماع الاراء مش براي قاضي واحد، باجماع الاراء. عندي النهارده 5 مؤبد، عندي النهارده 6 او 10 اشغال شقه، عندي 16 سنين، عندي احكام. وتنوع الاحكام ده يديك دليل ويدي ضياء بيه دليل انه المساله مش مساله بالكم او بالعدد ولا مسيسه، دي في تنوع. وبعدين لو رجعنا لحته السياسه اللي هي مشكلتنا الحقيقيه، ان كله دلوقتي يبقى لغط وكله بيتكلم في السياسه، تمام؟ وحتى الالتراس نفسهم كان في محاولات شديده، يمكن انت سمعتها وقلت عنها في البرنامج لسه امبارح واول امبارح، ده ما اعرفش خيرت الشاطر قاعد مع مين وده قاعد وكلام لغط. انا ما قلتش حاجه، انت دبستني، انا ما قلتش حاجه خالص. لا الاعلام كله الاعلام ممكن كله من اول امس. احنا هنا دورنا في الاعلام الوطني بقى ان احنا نوضح الحقيقه. بالظبط. انت لما تطلع النهارده تقول اصل الالتراس قاعد مع خيرت الشاطر، متوقع منهم رد الفعل يكون ايه؟ رد فعل الشاب النهارده اللي انت بتظلمه في حاجه ما عملهاش، رد الفعل لازم يبقى عنيف. لما النهارده تخلق لي بيئه فيها 50 60 اسم شرطه قافلين، انت مستني البلطجيه او الناس اللي هم مأجورين يعملوا ايه؟ انا عايز اوصل يعملوا ايه؟ انا عايز اقول ليه الاقسام دي قفلت. ايوه دي النقطه بتاعت سعادتك بقى. لا مش بتاعتي انا بقى، ده بتاعت الشعب كله. ايوه اتفضل. انت متخيل حضرتك لما انت دلوقتي عندك مشكله وتنزل تروح القسم تلاقيه مقفول، هيتقفل القسم. هي دي حصلت في تاريخ البشريه، هتحصل في تاريخ البشريه، عمرها ما هتحصل. ليه؟ احساس الضباط بالظلم الواقع عليهم. الضباط عايزين يسيسوا بالعافيه، يبقى نفس الحكايه، عايزين يسيسوا عارف يا صابر بالعافيه. هتسيس بمعنى ضباط الشرطه اشتركت في احداث مدانين، لم يشتركوا في احداث مدانين.
قعدوا يتفرجوا عشان يوصلوا ويتواصلوا مع الشعب المصري، مع اخواتهم وحبايبهم يعني الاثنين دخلوا ان هم مدانين يا باشا. في اي وقت هتلاقي ضابط الشرطه مدان. طب ليه العداء لضابط الشرطه؟ ليه؟ لان ضابط الشرطه هو اللي يجيب الحق. ضابط الشرطه دايما هو الماضي. لا 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 لا، هقول لك حاجه. انا قلت لك قبل كده في لقاء قبل كده يا صبري ان ضابط الشرطه الوحيد اللي مؤهله على كتفه. يعني انا دلوقتي هقول لك حاجه، انت لما تروح اي اداره او اي مصلحه او اي مكان في الدنيا عايز تقضي مصلحه، تمام كده، لو هتقضيها غلط مفيش مشكله، محدش هيكلمك. لكن ضابط الشرطه من اسمه ضابط، جايه من الانضباط. يعني ايه؟ يعني انا كواحد دلوقتي من الناس لما اكون ضابط شرطه وجاي لي حد يقول لي انا عايز اعمل حاجه غلط، هسمح له حاجه غلط؟ لا طبعا. انا هبقى بالنسبه له انسان مش كويس، طبعا. هبقى انسان عدو ليه، لان انا ما بسمحلوش طبعا يعمل اللي على جاي على بس كيفه وعلى مزاجه. تعالوا نتفق ان في كل مكان في كل قطاع فيه الفاسد. ما ده طبعا بس ده لازم نقول الكلام ده. اشمعنى الشرطه بتعقيب مهم قوي. معلش طبعا انا سمعت وجهه نظر حضرتك وده لك مطلق الحريه، لكن اسمح لي اعقب. اتفضل. انت لسه بتقول دلوقتي ان ضابط الشرطه يعني الانضباط. تمام. الانضباط ده يعني ان في 50 اجراء قبل ما اقفل اسم الشرطه. جميل. النموذج ده انا قدمت النموذج للشباب اهو، اقفل. طب ما اشوف انا عندي مظلمه ايه واستخدم الطرق الشرعيه واقدم طلبات، لكن اقفل اسم الشرطه. انت متخيل ان انا كظباط شرطه انا بتساءل قدموا طلبات؟ لا 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 العسكريين غير كده خالص. انا شفت عشان كده دخلنا المدينه الفاضله ودخلنا ناس لابسه ابيض في ابيض عشان اكلم الكلام ده كله في مصر دلوقتي. فين مصر دي يا استاذ صبري؟ فين مصر دي؟ موجوده فيا وفيك. لا 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 لا، انا بتكلم على الواقع وعلى الورق. فين مصر دلوقتي؟ مصر بتشحت. لا لا يا استاذ صبري نتكلم بامانه. ابص لمصر الانابيب بالبوتاجاز اللي ماشيين يشحتوا، ابص للناس اللي مش قادرين تاكل، ابص للناس المرتزقه اللي مش قادرين ياكلوا، ابص هي دي مصر دلوقتي. طب ما تبص لمصر وعلامه استفهام اطفال الشوارع اللي انسحبت كلها. صبري راحت فين مصر دلوقتي يا كابتن ضياء؟ اطفال الشوارع اللي انسحبت دي مش ملاحظه؟ طبعا مفيش اطفال شوارع. لا في يا استاذ صبري، في. لا 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 انزل يا استاذ صبري. انا باجي النهارده في الجيزه. معلش بص لا يا استاذ صبري اللي موجودين في التحرير اطفال الشوارع. انا شفت بعيني. عارف ده كلام ايه؟ ده كلام مسيس الصبري. بمعنى ايه حضرتك؟ بمعنى الكاميرا بتروح للناس اللي عايزين يوصلوا للناس ان اطفال الشوارع اتسحبت، بيقولوا اتسحبت اهي. لكن انزل الجيزه، انزل الهرم، أيوة. انزل السيده، انزل الباب اللوق. لكن هل تنكر ان في عناصر مدسوسه من البلطجيه؟ انا طبعا موجوده. استاذ صبري احنا اتفقنا في الاول ان في ايه؟ بيئه مهيئه. برافو عليك. احنا زي ما فعلا كلام حضرتك منطقي بالظبط. في بيئه احنا مهيئين دلوقتي لكل حاجه وحشه في الدنيا. لصالح مين؟ لصالح ايوه. حط تحت دي بقى 100,000 خط كده وجنبها 100,000 علامه تعجب وعلامه استفهام. لصالح الضباب، لصالح المشهد الضبابي اللي احنا فيه، لصالح ان احنا يعني زي ما بيقولوا مش هنقول خطه تركيع مصر ان مصر لن تركع، ولكن لصالح ان احنا كلنا نفضل في صراع ما ناخدش الطريق المستقيم. طب اذا كنا احنا عاقلين كده وفاهمين كده، ليه بنمشي ورا المستنقع ده، ورا الكهف ده، وفاهمين كلنا بسم الله ما شاء الله شعب مصري؟ اول حاجه معلش باذن الله، اتفضل. اي نجاح لاي دوله بتخضع تحت 3 شروط: تخطيط وتنظيم واداره. برافو. والثلاثه مش موجودين عندنا. بس خلاص. والثلاثه مش لا تخطيط ولا تنظيم. بس انا عايز استغل. طب احنا عايزين نبدا خطوه. عايزين نبدا خطوه. انا عايز استغل وجود ضياء بيه وفي برنامج حضرتك واساله سؤال يمكن شاغل بال مصر كلها، وهو سؤال صريح جدا بصراحه بس هيفرق كتير قوي. هو انا ليه حاسس او الناس بنقل لك احساس الناس ان ضابط الشرطه ثوره يناير بالنسبه له هي مساله انتقام؟ عفوا في السؤال، لان السؤال ده هو مربط الفرس على فكره. ان الناس كلها ومنهم الالتراس، انا الالتراس اتحدث وعن مجموعات كبيره من الشباب في ميدان التحرير، واخد بال حضرتك؟ يشعر، هل انت صحح لي، هل يشعر ضابط الشرطه انه المساله بالنسبه له مساله انتقام بيردوا في الشعب؟ يعني انا بحس من السحل النهارده بتاع المتظاهرين وبحس من التصرف، ولا ده ضغط عليك؟ اقول لحضرتك شوف انا معاك. لا اقول لحضرتك، ولكن انا بوضح للناس. انا هقول لحضرتك بامانه الله، كم ضابط شرطه وفرد شرطه ماتوا من خلال الثوره؟ كم واحد؟ كتير. راحوا فين؟ حد ذكرهم؟ حد عمل اللي اتعمل مع هم دول؟ مش ولاد ناس. ما هي دي مشكله الدوله. هقول لحضرتك عشان نوصل للحل. ما انا هقول لحضرتك هم دول مش نوصل للحل. هم ضباط الشرطه دول مش ولاد ناس، ما لهمش اب وام، طبعا ليهم، ما لهمش بيت محترم، ما تربوش
مش محترمين زي الشباب اللي ماتت في المدرج ماليها. طب الناس دي مين بالظبط. مين خد حق الناس دي؟ ما احنا عايزين العداله بقى. طب فين العداله؟ أين العدالة؟ فين العداله؟ لازم عشان انا اجيب اعمل عداله حضرتك اعمل مساواه. اعمل لا ايوه اعمل مساواه. اعمل جروبز ولا اعمل شويه بقى ناس كده، اجيب ضباط وامنا وابدا اعمل زي الالتراس اقول لو ما خدناش الحق دي احنا عايشين في غابه ولا الكلام ده مش منطقي. نبقى واضحين. ما انت انا دلوقتي الناس اللي ماتت دي ما احنا موجودين هنا يا كابتن ضياء، احنا موجودين ليه هنا؟ المكاشفه المصالحه والمصالحه برضه في الاخر. جميل قوي. يبقى احنا محتاجين دي. يبقى ضابط الشرطه ظابط مظلوم مظلوم انا ليه والله مظلوم. ما ده سؤالي. طب النادي مين في مصر ملوش ضابط او امين شرطه او عسكري كابتن ضياء في اي مكان او اخوين وابن وبعدين انت عاجبك اللي بيحصل في البلد ده انت تبقى لا طب تعالى لا يعني تحديدا في نادي الشرطه. بص نادي الشرطه وهو بيحترق دي ده مش اهدار المال العام. ده تخريب. ده مش مال عام، ده اهدار مال عام. ده حرام ولا حلال؟ ده مش قال لك اهدار، ده تخريب. ده تخريب يعني سوري يعني ده مش تخريب مال عام، ده تخريب متعمد. ايه ده؟ خليني اقول لك على حاجه بقى. انا كظابط شرطه لو انا حطيت نفسي مكانك وشفت المشهد ده اعرف انه تخريب منظم، ما اتهمش بيه. انا معاك انا معاك انا النهارده انا مش هقدر اجيب المعلومه دي، حضرتك اللي تجيبها. الشرطه انا مش مع حضرتك انا مش مكلف انا مع بشعب. حضرتك انا مع حضرتك انا اجيب مين اللي عمل كده، واخد بال حضرتك؟ انا اطلع اقول يا جماعه انا الاجهزه مش مساعداني ان انا اجيب اللي عمل كده. هل الالتراس اللي عمل كده؟ لا طبعا لا طبعا. ليه بقى؟ ليه؟ لان الالتراس هو في تصريح نسب، معذره لقطع كلامك، في تصريح نسب للعميد ثروت سويلم وقال ان الكلام ده ان في ناس ثانيه. مظبوط. ليه بقى؟ يا ريت يا اعداد تجيبوا لنا العميد ثروت سويلم. في نفس التوقيت كان الالتراس موجودين جوه النادي الاهلي، وانا قلت لحضرتك انه في الحدث نفسه في 1/2 ما حصلش ده. يبقى النهارده بعد ما اخد حقي بالقضاء واول قصاص بعد الثوره، متخيل ان هم يعملوا كده؟ اذا الالتراس راضي تماما عن الحكم. بص الاختلاف ده طبيعي، في حته صغيره الاختلاف ده طبيعي، لكن انا اعتقد انه بنسبه 70 80% بالظبط. بس في حاجه صغيره. اتفضل. ناقصهم حاجه. كان ده الله اعلم برضه كان صح ولا كان غلط. احنا بنتناقش عشان او صح او غلط. ان في ناس من الالتراس بيقولوا احنا هننتقم من الشرطه والدور جاي على اهالي بورسعيد. لا هو الكلام انا مش بقول كلام على ان الكلام ده صادق. انا بقول بتساءل وفي نفس الوقت الكلام ده بيتقال. صح لو كان صح الكلام ده يبقى غلط. لا هو فعلا ايه؟ هو فعلا بيتقال، لان النهارده يعني بيتقال الكلام ده من مين؟ انت سمعت؟ انا بقول لحضرتك اهو. انا بقول لحضرتك النهارده عالم شبكه المعلومات عالم واسع. انا ممكن اعمل صفحه دلوقتي وانا قاعد بحضر واسميها التراس اهلاوي، تمام؟ ما تقدرش تعرف انا مين وفين، واصدر بيانات وتشعل الازمه بيني وبينك، تمام؟ طب انا هستغل وجودك انت كمحمد رشوان موجود معايا، التواصل بتاعك مع الالتراس، كيف تمد يد نقول المصافحه والمصالحه مع الشرطه وتكون مبادره من عندنا من داخل وجها لوجه؟ انا اقدر اقول لحضرتك. ما ده بقى الجد بقى، خلينا بقى نبتدي بصراحه. هو ده. عشان نبتدي لازم نمره واحد انت كجهاز شرطه تكشف لي المؤامره اللي حصلت. انا بتكلم بقى على شعورهم، انت اللي عندك المعلومه. يعني هو بعد الحكم برضه لازم يكشف؟ لا ايوه لازم تقول لي خيوط، لانه هقول لك على حضرتك على حاجه. لان احنا عندنا مرحلتين، ده احنا عندنا تحقيقات جديده، القضيه لم تنتهي بعد. احنا عندنا تحقيقات بدات تاني في نيابه حمايه الثوره اللي هي كان النائب العام قدم فيها طلب وانتقلت لنيابه حمايه الثوره. احنا انتهينا دلوقتي من المرحله الاولى. المستشار عمر مروان اللي هو عمر مروان ده رئيس لجنه الامين العام وتقدم بيها، لكن هي دلوقتي تحت برئاسه المستشار عمرو فوزي اللي يعني هو وصلها رئيس نيابه حمايه الثوره. اللي احنا انتهينا دلوقتي في المحكمه دي من المنفذين وسننتقل الى المدبرين. في التحقيقات الجديده هنوصل لمين؟ عشان ليه بقى السبب؟ دي اهم من اي حاجه. عشان اريحك اشوف هو قال ما المحرض اكتر من المنفذ يعني زي ما بيقولوا. يا ريت شوف الرد بتاع ضياء بيه. يا ريت هو بيدور. لما انت بقى تقول لي يا ريت انا اعمل ايه؟ لما انت كجهاز داخليه تقول لي يا ريت. طب الناس مش مديه الفرصه لجهاز الشرطه. الناس ما زالت مش الناس بقى، النظام اللي مش مدي الفرصه. يعني تعالوا لا هيبه الشرطه ما تقعش. ما هو تعالوا بينا بالظبط، يعني تعالوا بينا ان هيبه الشرطه ما تقعش، ان هيبه مصر من هيبه الشرطه. هيبه مصر من هيبه الشرطه، والجهاز الداخليه مهم لاي دوله قوامها، ولكن في خطه ممنهجه. طب معذره لمقاطعه حضرتك، العميد ثروت سويلم معانا. أيوة. سياده العميد اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. حضرتك ذكر على لسانك ان اللي دخل اتحاد الكوره ليسوا الالتراس الاهلاوي، ولكن من هم تحديدا؟ انا مش هقول مين هم، انت اللي هتقول لي.
انا ما قلتش ان هم مش التراس اهلاوي، انا قلت اعتقد ان دول مش جمهور كوره. يعني اللي انا شفته النهارده واللي كانوا قدام عينيا دول لا يمتوا بصله للكوره، وهم بيسيئوا للالتراس اهلاوي، لان الالتراس اهلاوي انا اعرف ان الناس دي بتحب الكوره وبتحب الرياضه. اللي حقق النهارده ده نوع من البلطجه، فما اعتقدش ان الناس دي ممكن. لكن قلت حضرتك على لسانك ان دخلوا عليك ملثمين داخل اتحاد الكوره، هل الكلام ده جه على لسان حضرتك؟ اجب بنعم او لا؟ لا طبعا مش بالطريقه دي. اللي دخل مجموعه من الشباب نطوا من على سور الاتحاد، كانوا يعني مش ملثمين يعني؟ لا بس طبعا اللي ربط لي على دماغه رباط كده نظام انا ما شفتوش قبل كده. انا طول عمري في شغلي حتى في وزاره الداخليه انا كنت من الناس اللي بتدير المباريات وبتدير خدمات الكوره. انا ما شفتش النوعيه دي من الجمهور في اي ملعب من الملاعب. فانا قلت يا جماعه اذا كان دول اصلا التراس فبيسيئوا للالتراس الاهلاوي، لكن انا ما اعتقدش اللي انا شفته النهارده مجموعه من الشبان، ما اعتقدش ان الناس دي ممكن تكون لها علاقه بكره القدم. ناس بلطجيه، ناس يتعاطوا مخدرات، يتعاطوا اي حبوب هلوسه، لان دخلتهم عليا في الاتحاد النهارده بشكل انا لا يمت للادميه بصله. كان يعني عاوزين يبطشوا باي حد موجود قدامهم. يعني هم قالوا لك اتفضل حضرتك وهنحرق الاتحاد، ولا قالوا لك ايه؟ واللي اتسرق والكؤوس يعني يمكن صور هتبقى قدام حضرتك حصريا لقناه النيل للرياضه، هل قالوا لك اتفضل؟ انا لقيت بص يا حضرتك، انا لما شفت في تعدي على نادي ضباط الشرطه المجاور للاتحاد الكوره، فطلبت من الامن يبقى الابواب كلها بتاعت الاتحاد تغلق تماما عشان منع الاحتكاك والصدام مع الناس دي. فجاه لقيت الاف حوالين الاتحاد وبينطوا من على السور، حوالي 15 20 شاب كده بيرتدوا ملابس غريبه جدا. خير يا ابني، انا اتعاملت معاهم، قلت اتحاور معاهم على اساس يبقى يعني بالاقناع في ايه؟ طب انتوا طلباتكم ايه؟ ايه دخلتكم لاتحاد الكوره؟ قالوا مش فيش كلام ومفيش حوار، 10 دقائق هنولع الاتحاد. لقيت ان الاسلوب مش هينفع يتحاور معاهم، طلبت من الموظفين اللي في الاتحاد انه يغادروا المبنى حرصا على سلامتهم. دول ناس كبار وناس موظفين ما لهمش علاقه بالمشاكل. خلال 10 اثناء حواري مع الناس دي كان في تكسير في الزجاج بتاع الاتحاد بالكامل. كان معاهم طبعا كور من الكور اللي هي النيران دي، ومعاهم جراكن بنزين، ومعاهم المولوتوف، ومعاهم حاجات صاعقات كهربائيه. فانا قلت لما بيكلموني دول جمهور كوره، قلت لهم انا ما اعتقدش ان يبقى بالاشكال دي جمهور كوره، وما اعتقدش ان الناس اللي دخلت دي تمت بصله للكوره، ولو كانوا هم جمهور كوره يبقى بيسيئوا لالتراس اهلاوي. ولكن برضه اذا كان الناس دي موجوده فيسال عليهم الالتراس اهلاوي ازاي هم يتقبلوا الناس دي تندس بينهم؟ طيب هم بيسيئوا. استاذ محمد رشوان عايز يقول لحضرتك سؤال. تحت امرك يا ثروت دي بعد اذنك، هل شعرت النهارده وانت بتشاهد المشاهد دي او انت موجود في الوضع اللي حكيته ده ان العمل ده عمل منظم؟ يعني كان مرتب مسبقا؟ واضح انك بتقول لي جراكن ومولوتوف وجايين جاهزين. انا بقول لحضرتك يعني مش منظم وبس، منظم ومدبر ومخطط. لان حضرتك لو تشوف خلال 10 دقائق كان الاتحاد بالكامل مشتعل بكل الارقام بتاعته. ما اتصلتش بالشرطه سياده العميد؟ فين التامين اللي كان على اتحاد الكوره في يوم زي يعني كان اللواء محمد نور تحديدا، انا شفت على احدى القنوات الفضائيه وقال ان اجهزه وزاره الداخليه هناك قصور كامل منها في عدم التامين، ان هم عارفين ان ممكن يحصل كده، ما امنوش ليه اتحاد الكوره، ما امنوش ليه نادي الشرطه الرياضي. مع احترامي لاستاذنا سياده اللواء محمد نور، حضرتك عارف ان اذا كان يعني من باب الاولى نادي ضباط الشرطه اللي هو النادي الرئيسي والنادي العام لضباط الشرطه، مش عاوزين نتجنى على وزاره الداخليه. حضرتك شايف ان في خلاف تام، وان الصدام واضح جدا ما بين المجموعه دي وما بين الداخليه. في الوقت نفسه حضرتك اي امن كان هيجي صعب جدا انه ممكن يقاوم الناس دي الا اذا كان هيبقى في احداث. وانت شايف حضرتك لو في صدام ما بين الشرطه هينتج عنها ضرب نار، هينتج عنها وفيات، اصابات، هيلاقي الضابط نفسه محبوس. اصبح الصدام مع الناس دي خساره للطرفين. نمره 2 حضرتك بعد اذنك هتيجي فين؟ هما كل الشوارع المحيطه بالنادي الاهلي وبالاتحاد الكوره كانت مغلقه تماما، بدليل ان حتى حضرتك لما جت المطافي ما جاتش عربيات الاطفاء الا بعد. ده احنا زميلنا محسن محمود هو اللي جاب عربيه المطافي واتصل وجابها. ما انا اقول لحضرتك يا ما انا بقول لحضرتك يعني مش عاوزين نتجنى عن الناس دي، لان صعب جدا ان كان حد من الداخليه او من الامن يخش في صدام مع الناس دي.
وانت شايف حضرتك النهارده ان يعني ان محاكمات الضباط مستمره وموجوده، فالوضع حضرتك الامني كان النهارده صعب جدا. وعشان يامن اتحاد الكوره، انا عاوز اسال حضرتك سؤال، ايه سبب التعدي على اتحاد الكوره؟ هنامن اتحاد الكوره من ايه؟ ما الدوري بدا والناس دي حست ان بالحكم اللي كان في اول 2 ان الحكم ده خلاص ارضى الناس وارضاهم، وان اتحكم على 21 بالاعدام، وبدليل ان هم الدوري بدا وما كانش فيه اي صدام. فالنهارده هتامن حضرتك اتحاد الكوره، اتحاد الكوره مش طرف في اي حاجه. لو عاوز اقول لحضرتك ان مجلس اداره اتحاد الكوره اذا هناك تلميح ان طرف ثالث زي ما بنقول، او هناك مؤامره محاكمه ومنهجه وقانونيه. ما انا عاوز اقول لحضرتك برضو ان اتحاد الكوره بذل من الجهد، مجلس الاداره تحديدا، في ان هو عمل ماتش قطر، جاب ال 150,000 دولار او اللي جه المبلغ ده اتقسم على شهداء منفلوط وشهداء بورسعيد. قابلنا السيد وزير التامينات الاجتماعيه عشان اسر الشهداء. يعني كل ما هو ممكن يتعمل من مجلس الاداره اللي موجود. انا على فكره يعني سياده العميد، مش كل حاجه فلوس، يعني اعتقد السياسه حضرتك الشق المعنوي برضه حضرتك. قابلنا السيد المحافظ عشان نسمي الشوارع. الطلبات اللي طلبتها اسر الشهداء اعتقد ان مجلس اداره الاتحاد عملتها. فاحنا النهارده عشان نامن الاتحاد من ايه؟ انت مش طرف في الموضوع. انا بقول للناس النهارده اللي هم الاخوه اللي دخلوا دول، الشبان اللي لا يتعدى سنهم من 20 ل 25 سنه، انتوا عايزين ايه من اتحاد الكوره؟ يعني انت مش طرف في الموضوع اصلا. صح. انت مش مختلف معاهم في حاجه. حبينا نسمع شهاده حضرتك كشاهد عيان وكنت موجود. شكرا للعميد ثروت سويلم. هو في علامات استفهام بتطرح نفسها. نعم، في علامات استفهام مهمه قوي في الحدث دي بتطرح نفسها. يوم 26 يناير الماضي، يوم الحكم الاول، القرار الاول الإحالة، اترك المنشآت الحيويه في محافظه بورسعيد خاويه على عروشها، فيحصل الجريمه اللي احنا شفناها وموت 47 شخص. ويوم 9/3 اسيب منشآت حيويه هنا في القاهره، فتحصل نفس الحكايه وحرائق واتلاف. الحس الامني بتاعك ايه يا كابتن ضياء؟ لازم الحس الامني يتدخل. هقول لك حاجه اتفضل. في حاجه العميد ثروت سويلم اتكلم فيها، ودي حته يحسها اي حد في وزاره الداخليه او اي حد مسؤول. انا لو حاطط امن عند اتحاد الكوره او حاطط امن عند نادي الشرطه في الظروف دي، انا هسحبهم، مش هخليهم يتعاملوا. لان هو قال كلمه جميله جدا، انا جاي ناس عليا دلوقتي وداخلين بيتي برضه، هعمل ايه؟ حاجه من اتنين، يا هتضرب وهموت يا هموت. ده كلام منطقي. واللي يقول غير كده واللي في الحل بقى كيف يحسم هذا الموضوع؟ انت قلتها يا محمد من شويه. الحل ايه؟ في السياسه، في الناس اللي فوق. النموذج القدوه. ان انا ادي يا استاذ صبري، ازاي يا جماعه انا ابدا احاكم ناس او احاسب ناس او يعني اشغل ناس معايا وانا ما فيش قانون لتفعيل الكلام دوت. انا عايز اليات لتفعيل القانون عشان استريح، اعرف اللي ليا واللي عليا. انا عندي طبعا مش موجوده. باخد من كلام حضرتك في الاجمال بقى عشان ننهي بقى، عشان بالزبط. نبتدي خطوه ونبتدي مره ثانيه الجنه. في الاجمال بقى، في الاجمال هو كابتن ضياء مش عايز يجي ثاني، بيقول لي يا صبري يا سماح. حاضر يا صبري. لا هيجي طبعا، وانا اتشرفت بيه النهارده بالمناسبه. روتين انتوا الاثنين، ويا رب يبقى في اجتماعات حتى خارج ولازم يبقى في مصارحه. ولكن انا عندي نقطتين مهمين في عجاله نبتدي بيهم بقى. نبتدي بيهم يتساووا بقى الخطين. النقطه الاولانيه، طول ما انا في مصر، اتكلم على مصر بوضع عام بقى، ومنهم الشرطه ومنهم انا ومواطنين، طول ما في فساد تشريعي لسه شغال. انا كان عندي اسوأ ما حدث في العهد البائد مش السرقه ولا الفلوس ولا الكلام ولا الكلام، كل الكلام ده كله يعالج. ولكن مؤسسه الفساد التشريعي اللي مش مخليه ضابط الشرطه النهارده عارف حقه ليه ايه وعليه ايه، ولا مخليني انا عارف ليه ايه وعليه ايه. دي نقطه. النقطه الاولانيه، احنا كل اللي نقدر نقوله ان احنا بنناشد من خلال برنامجك مؤسسه الرئاسه اللي هي مسؤوله عن الدوله ان ترعى حوارا بين وزاره الداخليه وشباب الالتراس، ونقعد على ترابيزه. هتقدر تمهد لهذا الحوار؟ ونقعد على ترابيزه. هتقدر تمهد؟ بس مين النهارده اللي هيرعاه؟ لما تيجي اعلى جهات الدوله صح. ترعاه، انا هبقى ملتزم وهو هيبقى ملتزم. خلاص. وهذه مبادره منا من داخل قناه النيل للرياضه، وتحديدا من وجها لوجه، واحنا بنقول لرئاسه الجمهوريه يا ريت تكون مبادره منكم للحوار ما بين الشرطه والالتراس على مستوى الجمهوريه. بالظبط. يا ريت يكون الوزير الرياضي العمري فاروق يا ريت يتبنى هذه. وهو يا سيدي احنا مش عايزين قادر على انه يقدر يقرب. احنا مش عايزين حاجه، احنا عايزين لمصر. احنا خلاص، احنا مش عايزين حاجه. شباب الالتراس بيحترموه جدا. خلاص، انا اعلم ذلك. الوزير العمري فاروق
وانا على اتصال شخصي اعلم ان هم بيحترموه جدا. صديقي العمري فاروق وزير الرياضه، وبقول دلوقتي بقى صديقي العمري فاروق وزير الرياضه تبنى هذه المبادره، والكل بيقول ان انت قادر ان انت تجمع الشمل ما بين الشرطه وما بين الالتراس كله، مش اهلاوي ولا زملكاوي، كل الالتراس. اعمل جمعه ماراثون للرياضه ايا كان، بس الكل برضه يتكاتف معاه. يعني هو ايد واحده رياضيه، مليونيه رياضيه، بلاش ماراثون. مليونيه. لا ماراثون، لا انا ماراثون رياضي بجد. اتمنى رياضيه نفسي اشوف الدوله ترعى ماراثون للالتراس والشباب. طب انا في عجاله بقى عشان هنهي الحوار بيني وبينكم. حضرتك عايز تعليق على المبادره اللي قدمها طارق بالنسبه ان هو يعمل حاجه موازيه للشرطه او جنب الشرطه من مراكز الشباب اللي هم بيلعبوا تايكوندو وكاراتيه، ان هم يساعدوا الشرطه. قلت ان انا هترد عليها من خلال التلفزيون. الموضوع دوت هيبقى صعب جدا الصبر لسبب واحد، عشان انا اجيب مجموعه الشباب ديت وابدا اوظفها، اوديها الاليات اللي تقدر بيها تتعامل مع الناس صعبه جدا. دي عايزه وقت كبير، وعايزه، ده احنا في مشكله كبيره بين الناس اللي هي الشرطيين الاصليين مع الشعب. عشان تاخد الناس دي وتبدا تحط لها اليات وتحط لها قوانين وتبدا تفعل الكلام دوت من خلال برامج ودروس ومحاضرات، وهتاخد فتره كبيره. وبقولها تحت اهو ألف خط اهو، يا تنجح يا تفشل، واحنا مش في حاجه للفشل دلوقتي. انا شايف ان دي هتبقى صعبه جدا، تفعيلها صعب. ما اعرفش برضه استاذ محمد، يبقى انت مش مستحملين مش اي مستحملين اي فشل دلوقتي. يعني احنا عايزين نلصم. واخر جمله عايزين نقولها، معلش قبل اخر جمله اسمع حاجه بس. اتفضل. انا نفسي ومن خلال برنامجك يا استاذ صبري المحترم دوت، انا نفسي الكل يعمل فعلا لمصر، لمصلحه مصر، لاكل مصر، للناس الغلابه اللي بتشحت في الشوارع. يعني حرام الواحد بيبقى ماشي صعبان عليه الناس. طب تعالوا بينا انتوا بتتكلموا كده وبتحصل ما بين الحين والحين، وفي لحظه كده يطلع على موقع الكتروني وعلى بوابه الوفد وراح مطلع لنا. اتفضلوا شوفوا الصوره دلوقتي، هتشوفوها كلكم ايه اللي بيحصل، وبتتناقل المواقع الالكترونيه. اتفضل. شايف خزنه؟ يعني واحد، انتوا تشوفوها، عايزين نتفرج عليها، هتشوفوها دلوقتي. دي خزنه دي خزنه دي ولا مش فاهم؟ يعني احنا هنظبط الحته دي، ان هم بيقولوا لي في الاعداد لسه هذا الخبر على موقع بوابه الوفد حالا رامين هذه الصوره. خلينا نقول جمله. طب انا عايز جمله قبل الجمله دي. اتفضل حضرتك. موضوع الولد بتاع عماد متعب اللي هو بيقولوا اهلاوي، انا عايزك في عجاله، في نص دقيقه، في عجاله سريعه. انا قلت كتير قوي ورديت عليه في اكثر من موقع ان عماد متعب خانوا التوفيق في الموضوع ده، خانوا لسبب ممر اللعيبه كان يشهد حاله انهيار تام من اللعيبه. لا عماد متعب كان في وعيه، ولا اي لعيب من لعيبه النادي الاهلي كان في وعيه في الوقت ده. ومفيش واحد من جمهور الاهلي وصل للممر الا ما بين مصاب وقتيل لقن الشهاده على ايد محمد ابو تريكه. مفيش حد دخل الممر وخرج تاني. احنا بنتكلم يا استاذ صبري على واحد تم القبض عليه في محافظه بورسعيد بعد المباراه بساعتين. مفيش بني ادم دخل الممر الا وخرج بثلاث طرق، يا اما متوفى في الطياره، يا اما في المدرعه ويعلم الكلام ده استاذنا، يا اما متوفى، يا اما في مدرعه، يا اما في علامات الامن المركزي. عماد متعب بيقول الراجل ده دخل وسلم عليه وخرج سلام عليكم مشي. ايه يعني يا كابتن عماد، تركيزك في الكوره، انت نجم كبير واحنا كلنا بنحبك. عشان كده بقول لك الكلمه بتاثر طبعا وبتتاخد، بيبقى فيه زي ما بيقولوا موسيقى تصويريه ومسرحيات وبيكلف عليها. ده هو كمان ما يعرفش ابعاد الكلام اللي بيقوله ده ايه. يعني خطير جدا انك في اللحظه دي الحساسه دي تطلع تقول كده. بتشكك النهارده في حكم القضاء. خطوه على الطريق تبتدي تقول ايه للشرطه. أنا عايز اقول جمله مهمه قوي. الطرف الثالث هو ثقافتنا وسلوكنا السيء. طيب. دي جمله واحده. الطرف الثالث في مصر الثقافه بتاعتنا وسلوكنا السيء. يتحل من هنا او يتحل من هنا. مين اللي يبدا بالمبادره؟ تعالوا بينا نشوف الصوره تتحدث عن نفسها. الفيديو ايه رايكم؟ واقف وسط الالتراس وطبنجه معاه. لا تعليق. لا ما هو لا تعليق. طيب صوروك الرديه بقى. لا تعليق. ما في حاجه يعني خليني اقول لك ان حمل السلاح دلوقتي بقى في مصر كلها. العميد ثروت قال لا يعني في واحد مندس يعني ممكن حلوه. أيوة. قال ايه؟ اللي ازاي يسمح جمهور الالتراس ان القله القليله دي
هتندس جواهم، ما انا اقول لحضرتك وهينسب العدد الكبير بيسمع. ما احنا قلنا البيئه دول منظمين يا البيئه التراس فيهم حاجه منظمين. لا مش زي اصحابنا برضو التانيين اللي هم منظمين، ما في ناس تانية منظمه كويس قوي. هقول لحضرتك ما هو النهارده بيتم الاختراق النهارده ازاي؟ بخلق انا في اماكن التجمعات، انا عارف ان 9/3 المحاكمه وفي تجمع معلن في النادي الاهلي، ببدا النهارده تيشيرتات وابعت، تمام، وانت في اعداد 5 6 7000 مش كل واحد يعرف التاني. طيب. تمام، فبيتم الاختراق من هنا زي المشهد اللي احنا شفناه. طيب. طبنجه، ما فيش فرد التراس بيحمل سلاح. طب انا عايز جمله اخيره عشان اسلم عليك واسلم عليه ويبقى ايدينا الثلاثه احنا مع بعض. جمله اخيره يا شباب الالتراس، القصاص اتى بيد العداله، مفيش داعي لاي تصعيد، علينا ان نحترم، نكون بقى احنا نقدم نموذج لاحترام احكام القضاء. اي نعم القصاص فريضه زي ما احنا اتفقنا مع بعض، ولكن احترام القضاء ايضا فريضه. كابتن ضياء جمله اخيره. انا عايز اقول ان اللي بيحصل دوت كله الناس اللي مضروره فيه هو شعب مصر الاصلي. فللاسف يا جماعه ما ينفعش اللي بيحصل ده، خلاص احنا بننهار والناس كلها بتنهار. بصوا لمصر اولا واخيرا، يا ريت نبص لمصر. انا بشكركم انتوا الاثنين، ويا ريت ايدينا احنا الثلاثه بنسلم على بعض. شكرا لك، ويا ريت تبقى بدايه طيبه ان شاء الله. شكرا لكم، فاصل ونعود مره اخرى. وتدور الكاميرا. بعد كل الكلام ده هنطلع بايه؟ طب علم النفس بيقول ايه؟ احنا من جوانا بنعمل كده ليه؟ الاحتقان اللي حصل سببه ايه؟ ولا ناخد الموضوع ونجري مجرد طرح؟ لا، احنا بنتابع في حب مصر، عايزين نصل لنقطة، لخطوة، لنقطة، ومن أول السطر. يا ريت النقطة دي تكون معانا دلوقتي مع الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. بتوع علم النفس على طول متفائلين. أكيد. هل هناك تفاؤل في الوضع الموجود في مصر دلوقتي؟ كنت لسه بتكلم مع حضرتك قبل. أنا مش بقول الكواليس، ما احنا بلاش قبل الهوا دي. علمونا زمان في الاعلام قال لك ما تقولش اللي قبل الهوا. لا انا اللي بس أقول. انا ممكن اصيد حاجات من قبل الهوا. انا ممكن انا اللي اقول. اتفضل. ان طالما في مدخلات وفي ناس كويسه موجوده الحمد لله في مصر حريصه على هذا الوطن، فان شاء الله في مخرجات تبشر بالخير ان شاء الله. ده مبدا التفاؤل، لان احنا لو تشاءمنا يبقى كل الشاشه قدامنا سودة، وبالتالي فلن ننتج ديننا والاديان السماويه كلها. ربنا سبحانه وتعالى يمكن زي ما حضرتك تفضلت، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل التفاؤل سمه من سمات البشر، وجعل كل الناس اللي هي حريصه على عمل الخير انها تعيش تحت هذا المبدا، مبدا التفاؤل. طب نسحب الاحتقان، اتفضل. وبالتالي فاحنا محتاجين ان احنا نحل مشكلات الناس. كيف تحل؟ حضرتك انت قلت لابد ان نبحث في الاسباب. احنا عاوزين نقول ان احنا كشعب مصري عشنا فترات طويله من حياتنا تحت ضغوط. هذه الضغوط، وبالمناسبه مش شعب مصر فقط، كل شعوب العالم الثالث، اذا اتيح او فتحت جزء من ردم الماضي اللي هم عايشين فيه بيبقى بركان. ليه؟ لان في فقر، مفيش انتماء. وهذا بتوجعني انا، مفيش انتماء. دي بتوجعني. دي حقيقه لابد ان احنا نحط ايدينا على العصب المكشوف. لان انا كنت النهارده وانا ماشي بسمع اغنيه يا حبيبتي يا مصر. هذه الاغنيه سمعناها كتير، الان اصبحت تؤلم من يريد ان يحب الوطن ويحب هو البلد. مش وحشك مصر؟ اكيد طبعا انا وحشتني مصر، اكيد شوارعها وحشتنا، اكيد الامن فيها وحشنا، اكيد حب الخير، حب الناس لبعضيها، البعد عن الأنا، بعضيها، البعد عن المصلحه الشخصيه، عن المصلحه الشخصيه وايثار المصلحه العامه.
هذه امور والتورته اللي هتسمم الكل ان شاء الله. هذه تورته نعم مسمومه. انا بقول هناك صراع على تورته مسمومه زي ما حضرتك تفضلت، واكيد كل من سيلتهم منها جزءا سيكون مصيره ان شاء الله. ليس هذا الوطن، هذا الوطن عريق، وعمر ما كانت عراقته ابدا بتاريخه 7000 سنه اللي احنا بنغني بيها او بنتكلم بيها، لا ابدا. هو عريق دائما برجاله. خير اجناد الارض. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. عليه الصلاه والسلام. هذا الوطن كان له وما زال هو صمام الامان داخل الشرق الاوسط وليس المنطقه العربيه، بل نقول العالم كله. ايه رايك بقى؟ ونستطيع ان هتجاوز الشرق الاوسط اقول لك العالم يا سيدي كله. احنا سره العالم. شوف اقول لحضرتك حاجه، لما يجي وزير يعني خارجيه امريكا الى هنا، هذا ليس يعني مش جاي اعتباطا. لا لا لا, لا 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 هو عارف كل خطوه بيخطوها، كل دولار بيدفعه انه له ثمن. ان مصر هي المصر القويه الابيه الرصينه. هذا هو مدخلنا في التفاؤل. مدخلك في التفاؤل. طبعا. طب مدخلنا في الحل روشتة. الحل زي ما قلت لحضرتك احنا نبحث الاسباب. التاريخ اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي دوت تجربه جديده على الطريق. قول واحد. هذه تجربه جديده علينا ان نتقبلها جميعا. وما نعيشه الان انما هو يعني نتاج طبيعي. نتاج طبيعي جدا. والتقلبات والتذبذبات اللي بتحصل دي. انا اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الحوارات اللي كانت بتتم بين الالتراس ورجال الشرطه ليست وليده اليوم. وافتكر حضرتك انت الاغاني اللي كانت بتغنى على ضباط الشرطه ايام من 2007 و2006 و2008. كانت البدايه. هذه كانت شراره. ولكن احنا ما كناش لم يتم احتواء هذا الامر من كان لابد في بدايه تنظيم الالتراس لما يظهر. هو مش تنظيم حتى الان يعني. كان لما يطلع كان لابد ان يخضع الى وزاره التضامن الاجتماعي ويبقى فيه مجلس اداره لهؤلاء الناس نستطيع ان نحاسبهم. طب ليه ما نقولش ان هم اولادنا؟ ما هم اولادنا. ما ممكن يكون ابنك وابني. ليه خرج عن طوعنا؟ ليه احنا ما ربناهوش؟ ما ادينالوش القيم والمبادئ. انا بقى معلش. لا انا معاك. انا مش بقول الولد هو اللي هم الالتراس هم اللي غلط. لا. احنا اللي غلط. كلنا مشاركون في هذه الجريمه. ليه؟ ان احنا لقوا الكبار معذره. القدوه طبعا. القدوه التعلم عن طريق القدوه ده عمل مهم جدا. تاريخنا برضو الاثنين لو احنا اتكلمنا على هؤلاء الاولاد برضو الاسره المصريه تغير حالها في السنوات الاخيره. مش حالها، تغير هيكلها تماما. خلينا يعني نقول صراحه. يعني خلينا نقول المسميات الاسره خلاص يعني اصبح الولد يستطيع ان يبني علاقات ويستطيع ان يكون له مصدر بعيدا عن القدوه ياخذ منه حساباته وياخذ منه. معلش انا اتوقف مع حضرتك. هم صدروا الينا الكمبيوتر قبل ان يصدروا الينا السلاح. اكيد تمام. والفيس لما تشوف حضرتك ثوره الفيس اللي موجوده، ما هي دي صداقات بتتم من على الفيس، وممكن واحد يدخل عليك من اقصى دول العالم ويبقى صديق ليك وفي الاخر هو يعني يحرك مشاعرك تجاه اتجاهات اخرى. لو عدنا مره اخرى والكره في ملعب علم النفس الرياضي، تحليلك لشخصيه شاب الالتراس سواء اهلاوي زملكاوي لاي نادي ينتمي. أنا أذكر الآن تحليل الأستاذ الدكتور حامد عمار في الستينات للشخصية المصرية. أولا الشخصية المصرية ووصفها في الستينات بأنها الشخصية الفهلوية. وهذا أمر في منتهى الخطورة. يعني الشخصية المصرية عموما. الشخصية المصرية، الشخصية اليابانية شخصية منتجة، الشخصية الأمريكية شخصية رأسمالية. هذا الكلام والجبرتي قال من قبل والجبرتي قال ما يقول الدكتور حامد في الحقيقة يعني شاب الالتراس انا مش عايز اظلمه. شاب الالتراس هو راى الانتماء في ناديه ايا كان هذا النادي، سواء التراس مصراوي او التراس اهلاوي او التراس اسماعيلاوي او محلاوي او اسكندراني، كله وجد ان الانتماء هو في هذا الاماكن، في حين انه كان يجب ان يكون الانتماء للجماعه الصغيره للاسره اولا ثم المدرسه
ثم الجامعة ثم يعني شوف حضرتك كل اللي أنا بقوله ده دي وزارات الآن. وهذه الوزارات أعتقد يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى من خلال ندائنا في هذه أن يكون هناك ترابط بين هذه الوزارات في إيجاد جيل قادم. هل أنت راضي عن التربية والتعليم لا والتعليم العالي اللي موجود في مصر تماماً. الآن؟ الآن بتحدث جرائم داخل التعليم العالي في مصر. والتعليم الثاني والتربية والتعليم بتحدث الآن. حدث ولا حرج. نعم وتعالى شوف. نعم هذه الأمور لابد أن يكون هناك الشباب، الرياضة. وزارة الشباب مش مراكز الشباب، لا ده شباب مصر. انت عارف مراكز الشباب كان زمان انا كنت خدت مشوار كبير معاهم، يبقى الراجل عنده 70 سنة هو ده الكلام سليم وعصبيات، ويجي مركز الشباب عشان يلم اصوات انتخابيه ايام انتخابات مجلس ده كلام الشعب. سليم. الله ده كلام هذا اللي كان موجود. فاللي احنا عايزين نقوله حضرتك ان احنا نرجع تاني الى بناء الشخصيه المصريه في كيان الاسره، المدرسه، المسجد، الكنيسه، زي ما التربيه بتقول، التربيه العالميه مش التربيه بتاعتنا احنا، التربيه بصفه عامه. منهج علمي. هذه مؤسسات التربيه، تسمى مؤسسات التربيه. بس دوركم غاب انتوا ليه كاساتذه جامعه؟ اساتذه الجامعه الان معلش انا هاجم حضرتك. لا يعني. ده لازم اساتذه الجامعه الان هناك توجه الان الى اعداد قيادات المستقبل، اعداد الشباب من اجل سوق العمل. يعني اصبح سوق العمل الان هو اللي بيتحكم فيا، ان انا لابد ان انا اديله ماده او اديله شاب يستطيع انه يجد وظيفه، لان احنا تحولنا من النظام الى نظام راسمالي الان. الشباب بيتخرج. احنا عندنا نظام راسمالي؟ لا هو مش موجود، لكن هو في المسمى موجود. طيب بمعنى ان الجامعات الان لا توظف. يعني احنا في الستينات كان اللي بياخد شهاده جامعيه بيجد وظيفه، الان لا. يعني دي من اسباب برضه خروج ارترس. طبعا هذه من الاسباب، ان ما فيش النوع من البطاله. طب حلل لي هذه الشخصيه كيف نصل بها ان هي نقول يا جماعه، حتى معذره ويعذروني يعني كل ولادي واخواتي بتوع الالتراس، لو كان انحراف عن المسار كيف يعود ابني واخويا؟ هم داخل المنظومه حتى الان لم يخرجوا. دايما احنا بنقول بنرسم دوائر. هذه الدوائر كلما تلاحمت كلما دل على ان وان بعدت، يعني الدوائر طالما ملتحمه حتى وان بعدت المسافات بينهم في القطر، لكن هي موجوده. ما زالوا حتى الان هم داخل هذه الدوائر الحمد لله، يعني هم ما خرجوش. لكن الظروف الامنيه اللي احنا بنعيشها الان تم اختراق الالتراس. ودي حقيقه. انا شفت صوره الان اللي حضرتك كنت عارضها وانا قاعد بانتظار الجلسه. شفت ان في واحد واقف مسلح وسط هؤلاء الشباب اللي هم بيسقفوا بايديهم وعايشين. لا، اخترقوا. نحن الان نقول لهم عودوا مرة أخرى إلى انتمائكم، عودوا مرة أخرى لحبكم لمصر. مصر هي الأرض والعرض. أجمل حاجة أن أنا أختم حواري مع حضرتك، مصر هي الأرض والعرض. نعم. ومصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قسم الله ظهره. نقول أمين؟ آمين يا رب العالمين يا رب. يعني يا ريت كل الناس اللي شايفانا وسمعانا حاولنا بقدر الإمكان. النهاردة هو حدث جلل اللي حصل النهاردة، ولكن رب ضارة نافعة. نصارح نفسنا ونتوقف أمام 1 و2 و3. 1 مصر، 2 مصر، 3 مصر، 4 مصر، إلى ما لا نهاية مصر. بشكر الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية بالهرم. شكرا بحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا اهلا بحضراتكم. لقاء دائما يتجدد معكم من خلال نايل كوره، من خلال ساعتين على الهواء مباشره
بنناقش معا كثير من القضايا المتعلقة بكرة القدم على المستوى المحلي والعالمي إذا استطعنا. لكن بالطبع الحدث الأبرز من الأمس وفي متابعتنا الدائمة في نايل سبورت ليه هو ما تم من تصرفات خارجة على القانون وخارجة على العرف والطبع البشري السوي، مما حدث بالأمس من أعمال تخريبية قام بها شباب سواء منتمين لألتراس أو منتمين لأي جهة، شباب لا يقدر المسؤولية ولا يعرف كيف هو حجم هذا الوطن ولا كيف هي صورته التي أنشئت منذ آلاف السنين وما زالت كبيرة وقوية وعظيمة أمام العالم كله. ولكن إذا كانوا هم صغارا في سنهم وأعمارهم وعقولهم فلا يستطيعوا أبدا أن يصغروا من حجم هذا الوطن. بالأمس كان التصرفات السيئة عقب قرار محكمة جنايات بورسعيد في ما تم من أحداث في فبراير من العام الماضي في استاد بورسعيد. الأحكام رغم أنها قانونيا هي أحكام صحيحة وصادرة من هيئة محترمة قضائية استطاعت أن تدرس كل الملفات طوال العام الماضي وتصدر قرارها بما يرتاح لها الضمير القضائي، وجدنا أنه رد الفعل يتجه إلى الحرق والتدمير، وهذا ما حدث كما ترون أمامكم وشاهدتم بالأمس من حرق لنادي ضباط الشرطة بالجزيرة، والاتجاه بعدها إلى عملية حرق مبنى اتحاد كرة القدم المصري، هذا المبنى العريق الذي يحمل تاريخا طويلا جدا من الانتصارات والتاريخ المشرف لكرة القدم المصرية منذ زمن بعيد. أوراق مهمة، كؤوس، ميداليات، تراث، أوراق حتى تخص سواء كان ذكريات كروية أو تخص حاليا مجموعة اللاعبين الذين يمارسون لعبة كرة القدم وترتبط عقودهم بأنديتهم أو مع اتحاد الكرة بهذه الأوراق. مقدرات في النهاية، عايزين نقول إن دي مقدرات حضراتكم، مقدرات هذا الشعب، مقدرات الولاد اللي هم حرقوا هذا المكان، لأنه تأكدوا تماما أنه الملايين اللي بتدفع في إعادة إصلاح منشأة حكومية أو أنه يشتروا بها مدرعة أو عربية شرطة أو يسلحوا بها الشرطة أو يجهزوا بها أماكن تم تخريبها، ما دي بتتخصم من حاجات كانت ممكن تنفعنا في المستقبل، كانت ممكن تتحط لينا في إنشاء مدرسة، في تقديم خدمة صحية أفضل، في توفير فرصة عمل. ثمن المدرعة اللي انت حرقتها كانت ممكن توفر لك أو توفر ل10 من زملائك فرص عمل مناسبة. ولكن إذا أنت حابب أنك تظل في الشارع، حابب أنك يطلق عليك لقب بلطجي، أظن هو دي المشكلة الحقيقية. عموما أنا مش عايز أطول كتير لأنه امبارح بالفعل كنت معاكم على الهواء طوال حوالي ساعتين في تغطية في فترتها المفتوحة، لكن النهاردة سوف أترك المجال أكثر لضيوفي الكرام يشرفوني في الاستوديو. عن يميني الأستاذ محمد تركي، هو رئيس القسم الرياضي بمجلة الإذاعة والتلفزيون. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. وأيضا مشرفنا واحد من نجوم كرة القدم وحاليا هو يمارس حبه للتدريب، هو